3 منهم كانوا محظوظين بنجاتهم من تلك المجزرة. ماذا يمكن أن تحدثينا عن هذه المجزرة؟ عندما وصلنا إلى مالاطيا أخذونا إلى جبل وقاموا بفصل النساء عن الرجال، ولكن كل مجموعة كانت ترى ما يحدث للآخرين. لقد قاموا بقتل الرجال على رؤوسهم بالفؤوس ومن ثم رميهم في البحر. أخبريهم ماذا فعلوا بالنساء؟ النساء عندما حل المساء اختار جنود الأتراك الأكثر جمالا وشبابا، وكل من رفض الإذعان لهم كسرت أيديهم وأرجلهم بواسطة الآراءات. إيما ميكايل، بلجنة عضو بالمجلس الاجتماعي الأرمني بلجنة الثقافة، اشتغل مسرح ودبكات في الكلور. من المسرح نحاول نطالع الشيء اللي تعرضنا له يوم الإبادة أو يوم الفرمان يلي طلع على الأرمن. عندنا 3 فرق، فرقة آرارات المسرحية للمسرح، وفرقة آرتساخ أي هي فرقة للدبكة، فرقة الثالثة للغناء سايات نوفا. فرقة الموسيقى تشتغل يعني عم تحاول انه تشتغل على الالحان الارمنيه، على الاغاني الارمنيه. في بنات وفي شباب عم يغنوا اغاني ارمنيه، يعني عم يحاولوا انه يطالعوا الثقافه الارمنيه من ناحيه الغناء. يعني في كثير اغاني ارمنيه تدل عن القوميه، في اغاني ارمنيه تدل عن الحب، اغاني ارمنيه تدل، يعني في كثير اغاني تدل على يعني مثل بقيه الاغاني العربيه والكرديه. انه اغاني ارمنيه جديده ومطربين عم يغنون، في كثير مطربين، فعم ناخذ من القديم وناخذ من الجديد. ايه نعطيها شكل حديث بس انه نحافظ على على المضمون. في كذا دبكه، في دبكات كثيره يعني. الدبكات تبعتنا ترمز على القوة، ترمز على الإصرار، ترمز على ثبات الأرمن، ترمز على إنه الأرمن يعني تفككوا ورجعوا ايد واحده. يعني في كثير اغاني، في عنا دبكه القلعه تدل على بالبدايه يعني انه الشعب الارمني لا زال ثابت، يعني مكانه مستحيل يتزحزح. ويعني بنهايه الدبكه راح يكون في مثل يعني يعملوا قلعه، انه يعني نحن راح نضل ونبني حالنا من اول وجديد، ايش ما كانت الظروف وايش ما كانت يعني العدو ايش قد ما كان قوي، نحن راح نضل قويين. في كثير دبكات، في دبكات ثانيه تدل على انه يعني هيك مثل ما يقولوا يمكن هي خرافات بس نحن نآمن فيها، لانه هي من عادات وتقاليد الارمن انه تطرد الشر، دبكات تجيب الخير. في كثير يعني امور، شيء يدل على القوه، شيء يدل على الثبات، شيء يدل على رسومه الارمن. في رقصات للنساء يرقصوها عند المرأة، وقدمنا كذا رقصة كانت كتير حلوة. واحدة من الرقصات كانت تعبر عن أنوثة المرأة الأرمنية ورقتها وقوة المرأة الأرمنية بالمجتمع. يعني المسرح شيء كتير حلو، الإنسان يقدر يقدم إيش شيء جواته، شيء ما يقدر يعمله بالحياة اليومية، يقدر يستغل هالشيء يفرغه بالمسرح. يعني الطاقة اللي جوات الإنسان يقدر يستغلها ويفرغها بالمسرح. المسرح يعني يضم كثير أمور، يعني عم نشتغل فيها، عم نطالع الثقافة الأرمنية، يعني عم نطالع إيش صار قديما بالحروب، كيف أبادوا الشعب الأرمني، كيف العثمانيين هجموا على الأتراك وانتهكوا حقوقهم. في كتير أشغال اشتغلناها للمسرح، في مسرحية حق لا يموت، في مسرحية صلوا من أجلنا. هلا كمان عم نشتغل على عمل جديد بعنوان حاء.
رح يكون في عنا مهرجان رح نشارك فيه. نحن خلال ال4 سنين اشتغلنا أكثر من عمل مسرحي، واشتغلنا كمان أعمال سينمائية. يعني الأعمال المسرحية كانت تقريبا 16-18 عمل مسرحي، واشتغلنا كمان أعمال سينمائية يمكن 4 أفلام. ومن ناحية المسرحية اللي عم نجهزها حاليا هي راح تكون مفاجأة، يعني انه احداث المسرحيه ما اعذروني ما اقدر اقولها. بالنسبه للفعاليات اللي عم نطلع عليها نحن عم نلبي كل الدعوات، وعم نكون موجودين بكل الفعاليات اللي عم تصير بالمنطقه، يعني هون بالاقليم. يعني عم نروح على كذا الفعاليات وعم نلاقي تفاعل جدا جميل من الجمهور ومن كل الاشخاص اللي يحبونا. وان شاء الله نحن هالمحبه وهالحب اللي عم تقدموا لنا اياه نحن رح نعمل شيء حلو، ولسه في لقدام في مفاجآت حلوة، ورح نشتغل أعمال حلوة، ورح نشتغل أعمال مسرح، ورح نشتغل أعمال دبكات، ورح نشتغل أفلام قصيرة وأفلام طويلة، وإن شاء الله رح ينال إعجاب الجميع، ورح نكون نحن الصورة الجميلة يلي تكون موجودة بعين كل المكونات وبكل رفاقنا يلي عم يتابعونا أو عم يشاهدونا بالفعاليات اللي عم نطلعها. طبعا نحن عم نحاول قدر الإمكان وبكل جهودنا وبكل إيماننا وطاقتنا وتعبنا وجهدنا يلي عم نقدمه، هاد كله في سبيل إحياء قومية الأرمنية. يعني نحن كلياتنا هون عم نجاهد في سبيل إحياء القومية الأرمنية. كل الأرمن يلي موجودين هون يعني عم يشتغلوا من قلبهم، وعم نحاول نوصل الصوت لأعلى مكان يطلع بإيدنا لحتى ننال الشيء اللي نحن بدنا اياه، لانه القوميه الارمنيه انه نحن نحييها ونفتخر بهالشيء طبعا هو هدف بالنسبه للمجلس الاجتماعي الارمني. نحن نهدف لهالشيء ونحب انه نفرجي ثقافتنا وعرقنا وقوميتنا لباقي المكونات، مثل ما باقي المكونات نحن نفتخر انه نشوف ثقافتهم واعمالهم وقوميتهم وثقافتهم كل شيء. هلا مخططاتنا للمستقبل في كتير مخططات. عم نشتغل حاليا على فيلم قصير بعنوان أخ تمار، وعم نشتغل أعمال مسرحية، وعم نجهز دبكات جديدة ما قدمناها قبل يعني تحكي عن العادات والتقاليد، وكمان عم نجهز مشان يعني رقصات للمرأة، دبكات خاصة بالمرأة. بتمنى من كل شخص يكون عنده إيمان إنه يقدر يوصل للشيء اللي هو بده إياه، ويكون عنده ثقة تامة بنفسه وثقة تامة بالأشخاص يلي معه، ويكونون إيد وحدة ويكونون متكاتفين مشان يصلون للأهداف الجماعية يلي هن حاطينها وينفذوا الخطط يلي هن راسمينها. وبتمنى من كل شخص تابعني يضل ورا حلمه ويضل ورا هدفه لحتى يحققه. لا تخلوا الأحلام والأهداف تروح، لأنه يعني الواحد إذا ما حقق أهدافه هو يعني إنه ما راح يكون عمل شيء بحياته، ما راح يكون عمل شيء إنجاز.